السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض طريقة حلوة جدا جدا للفتة المصري. بطريقة بجد تحفة، وهتخلي كل حاجة فيها ليها طعمها وليها نكهتها. بجد خطيرة جدا، من أول الرز للعيش للحمة لكل حاجة. هتبقى بجد بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. أول حاجة بتجيبي اللحمة اللي عندك، يعني أي كمية لحمة انت عايزة تعمليها. تمام، بحط هنا معلقة من السمنة عليها معلقة من الزيت. اول ما تدوب كده هبدأ ان انا انزل باللحمة بتاعتي كلها. لازم السمنة تسخن شوية. دي بتدي صدمة حلوة قوي قوي للحمة، وبتخليها تاخد لون. والتشويح في اللحمة او في الفراخ مهم جدا 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 يا جماعة، يعني بجد محدش يسكب الخطوة دي خالص، لازم كله يعملها. التشويح مهم جدا. افضلي شوحي في اللحمة او الفراخ اللي عندك لحد ما لونها ما يتغير. بتديكي احلى شوربة واحلى تيست بجد للفراخ او اللحمة. تمام كده. هنا بس احنا حطينا فلفل وملح وحبهان وسبناها على جنب وغطينا عليها وسبناها، وطبعا حطينا الميه السخنه بتاعتها. في حله تانية بقى نبدا ان احنا نحط شويه سمنه على شويه زيت يسخنوا بس كده، وهبدا ان انا انزل بالرز المصري بتاعنا عادي مغسول طبعا، بس مش منقوع، مغسول بس. تمام، هنديه تقليبه وتشويحه حلوه جدا جدا مع السمنه والزيت. تمام، وطبعا السمنه بتبقى اكتر من الزيت، يعني ممكن معلقه سمنه على نص معلقه زيت ولا حاجه عشان السمنه ما تتحرقش بس. عايزين المادة الدهنية اللي احنا حاطينها تغلف الرزاية كلها. ده اللي بيمنع ان هي تتعجن. على فكرة التشويح الكتير في الرز هو اللي بيخليه مستحيل يعجن. تمام، هبدأ ان انا اسقيه بالشوربة. طبعا استنيت لما اللحمة خلصت استوت، خدت الشوربة بتاعتها وسقيت بيه، وهنا دقته شفت بقى يعني الرز مثلا محتاج شوية ملح هزود، لان طبعا الشوربة بتاعتنا متملحة ومتظبطة. تمام. في حلة تانية بقى هنحط برضو معلقة حلوة كده من السمنة، عليها برضو شوية من الزيت. تمام، اول ما تدوب شوية كده هبدأ ان انا اعمل الصلصة بقى بتاعة الفتة بتاعتنا. اول حاجة بجيب معلقة حلوة كده من التوم المهروس، او مثلا 4 5 فصوص من التوم وتهرسيهم. وبعدين هبدأ ان انا انزل بيهم على المادة الدهنية واديهم تشويحة حلوة، تشويحة وتقليبة حلوة جدا. ماشي. تمام كده، افضلي شوحي فيه تشويحة حلوة جدا، يا دوب بس يعني ايه يصفر شوية صغيرين. وبعدين هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. الكزبرة الناشفة مع التوم في الاول بيدينا كطشة كده، بتبقى يعني طعمة جدا جدا، على عكس ما تحطيها مثلا في الاخر. يعني التومية تتشوح شوية، نحط عليها شوية من الكزبرة الناشفة، وبعد كده نحط عليها نص فنجان صغير كده من الخل، وبعد كده ننزل بالصلصة، والصلصة هتتحيق بإيه؟ بفلفل وملح وكمون وكزبرة. بعد كده جبنا طاسة تانية فيها شوية من السمنة صغيرين، قطعت فيها رغيف من العيش البلدي. هفضل ان انا اشوح فيه تشويحة خفيفة. طبعا الزيت او السمنة اللي انت حطاها لازم تكون سخنة قوي، علشان مش هياخد معاكي وقت ابدا. عايزه تحطيه في الفرن اوكي، بس هي الطريقه دي احلى وانسب طريقه. بعمل كده فتحه صغيره فيها، وبحط معلقه صغيره او يعني نص معلقه صغيره من التوم المهروس، وهبدا ان انا اشوح العيش مع السمنه في التوميه اللي احنا حاطينها دي. بجد بجد بيديها تيست تاني خالص، جربوها، التيست بتاعها بيبقى مختلف تماما. خلاص كده احنا وصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها، خلاص مش هنطول عليه اكتر من كده، وهنشيله. في نفس المكان اللي احنا عملنا فيه العيش هنزود بس معلقه صغيره من السمنه، وهننزل باللحمه. طبعا ريحه التوم في السمنه جدا. هننزل باللحمه بتاعتنا، نبدا ان احنا نشوحها كويس قوي قوي في السمنه، وهنحط عليها معلقتين مليانين كبار من الصلصه اللي احنا جهزناها اللي هي الفته. تمام، وهنديها برضو تشويحه مع التوميه اللي محطوطه في السمنه من قبل على السمنه باللحمه. احنا هنا طلعنا خلاص العيش ويعني خليناه على جنب. اول بقى هنيجي خلاص نستخدمه دلوقتي. هبدأ ان انا احط عليه مع مغرفتين كده من الشوربة، ومغرفة صغيرة خالص، يعني معلقة صغيرة من صلصة الفتة بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا نعمل لهم ميكس كويس جدا. ميكس كويس جدا. تمام، الحركة دي بجد بتنقل العيش في طعم تاني خالص. ما تقوليش ان العيش هيطرى، لا العيش مش هيطرى، العيش بجد بجد هتحسي ان هو اتغلف وبقى ليه تيست، مش مجرد عيش محمص. تمام، شوفوا الرز عندنا ما شاء الله مفلفل، لان احنا شوحناه تشويح كتير. التشويح الكتير في الرز هو اللي بيخليه مفلفل. جربي بس تشوحي الرز الابيض بالذات اللي هو من غير شعرية او الحاجات دي. في الغالب ممكن يعني
يعجن شويه او حاجه طالما مش معاه اي اضافات شعريه او كده، ولكن لما بنشوحه كويس قوي 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 في السمنه والزيت مثلا، مستحيل ان هو يعني طالما انت مظبطاه المقدار، مستحيل ان هو يعجن منك. خلاص. جبنا هنا طبق كبير، بدأنا ان احنا نحط فيه الرز الاول. تمام. الرز بتاعنا ده اول حاجه هنسقيه بمعلقتين او مغرفتين كبار من الشوربه، ما تكتروش برضو شوربه لان اوريدي الرز مسقي اصلا في الاول بشوربه. تمام. وهنجيب العيش المحمص القمر اللي احنا عاملينه، بجد العيش ده انتوا ممكن تاكلوه اصلا حاف كده من كتر جمال طعمه. ماشي. فكره التوم او تشويحه التوم اللي احنا بنعملها فيه بجد خطيره جدا، اللهم بارك. يعني بنعمل بقى شكل كده جمالي، بنحط العيش على الاطراف بتاعه الرز. تمام. طبعا احنا قلنا مغرفتين، دي كانت المغرفه التانية من الشوربه، مش هنزود اكتر من كده. وبعدين هنبدا ان احنا نجيب بقى الصلصه بتاعتنا، اعمليها بقى باي شكل عايزه تحطيها. يعني كلها على الوش كله، عايزه تحطي مثلا زي ما انا ما بعمل طبعا عشان هنا كان تقديم، فلازم يبقى مثلا نعمل برضو فيه شكل كويس جدا، يبقى الشكل بتاعه العين بتاكل قبل البق برضو. تمام. وبعدين هنبدا ان احنا نحط الصلصه بتاعتنا، وحسب الرغبه بقى، عايزه تزودي صلصه زودي، عايزه تقللي صلصه تقللي، يعني الصلصه دي في ايدك انتي. تمام. بنفس الطريقه اللي احنا عملناها بجد هتاخدي احلى صلصه، ان انتي تشوحي التوم بتاعك مع الكزبره الاول، بعد كده تنزلي بالخل تطفيه بيها، وبعد كده تكملي بالصلصه وكل حاجه، بجد خطيره. بعدين هبدا ان انا احط اللحمه بقى على الوش بتاعت الطبق بعد ما حطينا الصلصه كده. نحط بقى اللحمه اللي احنا مشوحينها التشويحه القمر، طبعا خدت من تيست التوم، وخدت كمان تيست الصلصه، تحفه تحفه تحفه، وكله ده تشويح في السمنه البلدي. هي اكله دسمه جدا، اكله عدوه الدايت، ولكن يعني لما تتعمل مره كده كل فين وفين بجد بتبقى طعمه جدا، وبجد بيبقى فيها اختلاف وفيها يعني ليها مود لوحده بجد الاكله دي. وبعد ما نحط اللحمه بنحط عليها برضو كده معلقتين من الصلصه. بجد الاكله دي ما ينفعش تتعمل بمكونات اهدى من كده او اقل من كده، كل حاجه لازم تعمليها فيها بالسمنه البلدي. تشويحه اللحمه، الصلصه، الرز، العيش، كله لازم يكون بالسمنه البلدي. هي تقيله حبتين، ولكن بتبقى من اطعم الاكلات اللي ممكن تجربيها بجد، وما بتبقاش يعني زي بتاعت بره ابدا. بتاعت بره دي بتبقى بالنسبه لها فعلا فعلا مش حاجه، بتاعت البيت اللي انت عاملاها بايدك وبالسمنه البلدي وبنفس الخطوات اللي احنا قلنا عليها بجد بتبقى مختلفه خالص، وبتبقى احلى بكتير جدا جدا جدا. ان شاء الله يا رب تكون الطريقه عجبتكم، وكل التكات اللي احنا قلناها فيها تكون وصلت لكم، واتمنى ما تنسونيش في الاشتراك والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تقولوا لي تجاربكم في الفتة اللي هيجربها واللايكات الجميلة، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.